السلام عليكم. ربي يحفظكم ويحفظ ديرتنا ويحفظ عبيرنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا جماعة، قصة أغرب من الخيال وأنا اطلعت عليها بنفسي. مواطن إماراتي من 53 سنة وهو متواجد بالطب النفسي المستشفى الكويتي. طبعا سجلوه متوفي لأنهم بلغوا عنه وما يدرون وينه. فمر مواطن كويتي اسمه عيد العازمي مر للمستشفى، فشاهد الرجل يعني يقول أنا إماراتي وأنا أبي أهلي وأنا كذا وكذا. الرجل يقول يا جماعة رحت البيت مو قادر أتحمل، حاس أن الإنسان صادق. أسأل الممرضين يا جماعة معقولة هذا إماراتي؟ يا عمي سيبك منه، سيبك منه يا عم. يقول رحت البيت مو مطمن. يقول قعدت أبحث بالموضوع، تواصلت مع السفارة، تواصلت مع السفير، مروا حسوا بالأمر اللي قاعد أقوله، خذ الDNA طلع مطابق لهلا. دزوا طائرة، أخذت الطائرة الإماراتية وديتها لهلا المسكين الشايب اللي 53 سنة. الكلام مو هني، الكلام عندنا 36,000 وافد مستشفى الطب النفسي. هل 36 هذولا فعلا هل هم يدرون عنهم؟ أم في يعني فيهم مجرمين مثلا، فيهم زعماء إصابات، فيهم ناس تكذب، فيهم ناس تبي تصرف دواء بالآلاف، فيهم زين. شنو المصلحة إذا هي فعلا الأمر هذا؟ أنا من المؤيدين معالجة أي شخص كان، بس أنت لما يكون عندك شخص لازم له أهل، لازم تعرف شنو مشكلته، هل هو مطلوب، هل هو مفقود، هل هو كذا. يعني وزارة الصحة لما يدش المريض على الدكتور مش خش ووقع، لا، يكون في اتصال ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 36,000 أكثر من عدد الجيش الكويتي، يعني فرضا لو يصير شيء ترى هذا خطر أمني، تهديد للبلد. لازم في تنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية. أنت دخله وعالجه ولا تقصر، بس اعرف الشخص شنو، منو الشخص وشنو الهدف. ما تدري لو في مؤامرات تدار من الداخل من الناس صاحية مدخلينهم، لأن هذا الأمر صدمني 50 سنة. فأتمنى من وزير الصحة وأتمنى من وزير الداخلية يحلون المصيبة اللي هي العدد الهائل وما تدرون من وين. هذا أمر فعلا يهددنا جميعا. والسلام ختام.